اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. وطبعا اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر مشرفينه ومنورينه وعلى دماغي، واخواتي وعيلتي التانية، ربنا يا رب يدومكم نعمة في حياتي ويخليكوا ليا وتفضلوا ظهر وسند ليا يا رب طول العمر. طبعا انت جايلنا بقى النهارده يا أمنية. انا جايلكم النهارده بقصة مش عارفة، هم يبكي وهم يضحك. هي قصة غريبة قوي. واحدة من المتابعين دخلت كلمتني وقالت لي على القصة بتاعتها، والقصة بتاعتها دي الله أعلم دي موجودة في بيوت كتير أو مش موجودة، الله أعلم. بس هو في سوء تفاهم بينهم هما الاتنين، بين العيلة دي والعيلة دي. فأنا حبيت أطلع أوجه رسالتي لناس كتير، يعني بنات زيي وزيي وزي غيري كتير قوي كتير قوي قوي، يعني بيمروا بظروف الطلاق. الحاجات اللي زي دي بلاش تطلقوا يا جماعة، والله بجد اسمعوا مني. بلاش فكرة الطلاق دي نهائي، لان انت بتظلمي اولادك معاكي، بتظلمي اولادك ان انت بتعيشوهم من غير باباهم. انت ما بتقدرش تتحملي مصاريفهم، دايما بتتمرمطي، بتروحي تشتغلي عشان خاطر تصرفي عليهم وتشوفي حياتهم وتشوفيهم. بلاش فكرة الطلاق دي نهائي اصلا، يعني بلاش فكرة الطلاق دي نهائي نهائي. وانا بوجه رسالة لأم مازن، يا ريت يا أم مازن طالما انت معاكي يا حبيبتي 4 أولاد، فبلاش ان انت تفكري في فكرة الطلاق دي نهائي. وما تسمعيش كلام حد، ما تسمعيش كلام حد ان يقولك ده اخت جوزك عامله لك عمل، ده هو عامل لك عمل، جوزك عامل لك عمل. لا طبعا مفيش كده. عمر ما جوزك هيعمل لك عمل، ده انتم ام عياله، ده انت عشرة عمره. استحالة ان هو يأذيكي، استحالة. انت لو فيكي حاجة هو اللي هيهون عليكي، هو اللي هيمشي معاكي حياتك. استحالة ان هو يأذيكي او يعمل فيكي اي حاجة غلط. فممكن يكون ده سوء تفاهم بينك وبين اخت زوجك. وبصي يعني هو انتي قصتك حزينة جدا، يعني انا من ساعة ما شفتها، يعني ما انت قلتيلي وكده انت وهي وانتوا معايا في اللايف، فالموضوع كان زاد عن حده. وانت عندك كلام وهي عندها كلام، وانتوا الاتنين قبال بعض، وانت بتقولي ده هي ضربتني وشدتني من شعري جرجرتني. فانا بوجه رسالة لاخت الزوج. بصي حاولي ان انت تعتبري ان مرات اخوكي دي اختك اللي ما جابتهاش امك. فحاولي ان انت حته الغيوره قوي دي شيليها، لان ده اخوكي مهما كان. انا عارفه ان في حب بين الاخوات، بس مهما كان ان انت يعني اخوكي مصيره هيتجوز، مصيره هيعيش حياته، مصيره هيفتح بيت، مصيره ان هو مراته واولاده ده هيبقوا كل حياته. وانت ليكي حياتك وليكي جوزك وليكي اولادك. يعني انتي كل اللي هيبقى بينك وبينه تواصل وكل حاجة، وانتوا عاملين ايه الحمد لله كويسين وهتكلموا بعض والدنيا ماشية. انما ان انتي تعملي عمل علشان خاطر اخوكي يطلق مراته وتفرقي بينهم وتشردي ولاد اخوكي ال4، فده حرام عليكي، ده حرام عليكي وما يرضيش ربنا صدقيني. ولو انتي اذيتيها او عملتي فيها حاجة غلط ربنا هيأذيكي صدقيني. فبلاش ان انتي تمشي في سكة الاعمال وتمشي في الحاجات دي يا نورة. بصي انا عرفت نورة اخت الزوج وام مازن مرات الزوج. نورة بتقول ان هي عنها من جوزي. استحالة يا نورة، ممكن يكون غيرتك انتي على جوزك، اللي مفكرة ان هي عنها على جوزك. يعني اصل هي معاها جوزها، وجوزها ده مين؟ ده اخوكي ابن امك وابوكي. يعني ما ينفعش ان انت توقعي بينهم وتقولي كده. فده غلط منك انت ان انت تقولي حاجه زي دي. و... واتمنى منك يا ام مازن ان انت تصلحي امورك يا حبيبتي، وتقفلي بابك عليكي وتعيشي مع اولادك وجوزك، وما تخليش حاجه تفرقكم ابدا مهما يحصل بينكم. ما تخليش حاجه تفرقكم عن بعض.
خليكوا ايد واحدة، خليكي ايد واحدة، ساعدي جوزك، شوفيه في ايه، يمكن هو في حاجة مش شايفها فبيشوفها بره، الله اعلم. فممكن يكون امور بيت مثلا، امور بيت حاجة مضايقة او كده، لان احنا ياما بيحصل يا ام مازن، ياما بيحصل. طب ما انا عندي هنا والله دايما بنبقى في مشاكل كتير، ياما اول ما اتجوزت وقفت على الطلاق كتير، وحصل مشاكل كتير بيني وبين جوزي كتير. بس لما جبت اولادي مكة وكان ربنا يبارك لي فيهم، آه لما جبت اولادي آه عرفت ان كلمة الطلاق دي غلط، غلط ان انا كنت اقولها من البداية. انا دايما كان بيحصل بيني وبين جوزي مشاكل كتير، ومش محروجة ان انا بقولها، صدقوني مش محروجة. كان بيحصل مشاكل بيني وبينه كتير، وكنت بقول انا عايزة اتطلق، وكنت بقف على الطلاق كتير، وكنت بغضب عند اهلي، وكنت بقعد عند اهلي والله العظيم بالشهر. يعني الامور بتتحل يا جماعة. اللي انا مريت بيه في حياتي خلاني اطلع اقولك بلاش تفكري في الطلاق. صدقيني الطلاق مش هيحل معاكي للاسف، ده بيخرب معاكي الدنيا. وبصي يعني بيبهدلك مدى الحياة. يعني ليه ان انت مثلا تطلقي من ابو اولادك وتروحي تتجوزي واحد يكون هو ابو الاولاد، اب تاني يعني جوز الام؟ ليه؟ ليه تجيبي لهم اب تاني؟ ليه ما يعيشوا في خير باباهم ويعيشوا مع باباهم؟ استحملي على العيشة والمرة، استحملي حلوة والمرة، استحملي وعيشي. وياما الواحدة بتمر بظروف صعبة. ليه ما تعيشيش وتستحملي وتقرصي على نفسك عشان خاطر اولادك؟ كل لما يحصل بينك وبينه مشكلة بصي لاولادك، بصي لاولادك الاربعة. انت مش معاكي واحد ولا اتنين يا ام مازن، ده انت معاكي اربعة. هتقدري ان انت تتطلقي وتاخدي الاربعة دول تصرفي عليهم؟ مش هتقدري صدقيني. في الظروف الصعبة اللي احنا بقينا فيها والحياة المرة اللي احنا بقينا فيها دي، استحالة تقدري ان انت تصرفي عليهم الاربعة. فبلاش يا حبيبتي، بلاش، فكري وخدي بالك من بيتك ومن جوزك ومن حياتك. وبلاش تفكري في اخت الزوج، سيبها في حالها، ربنا يصلح حالها ويسعدها مع جوزها. وانت خليكي مع جوزك واولادك، وهي هتعرف غلطاتها صدقيني. ولو انت غلطانة في حقها برضو هتعرفي غلطاتك. فلو انت غلطانة وهي غلطانة اعتذروا لبعض وعدوا الامور ومشوا الدنيا. انما لو اخت الزوج غيورة زيادة عن اللازم، سيبها يا ست تغير، سيبيها ما يجراش حاجة. انت عارفة، غيرة في غيرة في غيرة هتتعود عليكي ولا اي حاجة خالص. كبري دماغك من ناحيتها. هي ممكن تكون غيورة، ممكن تكون بتغير على اخوها، ممكن يكون بتغير على جوزها منك، الله اعلم. يمكن مثلا شايفة فيك حاجة ما هيش شايفاها فيها. انت في اللايف بتقوليلي علشان انا احلى منها، يعني انت واثقة من نفسك. فممكن يكون دي في حد ذاتها في حاجة فيكي ما هيش شايفاها فيها. فبلاش ان انتي تعملي مسافات بينك وبينها، وحاولوا صلحوا الامور مع بعض. بلاش هي تقول انت عامله لها عمل وانت تقول لها انت عامله لها عمل. لا انت باصه لجوزي، لا انت عايزه تخربي على اخوك انا وهو، وعامله لنا عمل مرض وكلام من ده. يا جماعه، يا جماعة سيبكم من الأعمال وسيبكم من القرف ده، والله العظيم كل ده قرف. طول ما انت متابعة ربنا وبتصلي وعارفة فرضه وتقري قرآن وعارفة كتاب ربنا، عمر ما حد هيأذيكي. صدقيني لو حد جاي يعملك عمل وانت عارفة فرض الله، والله العظيم بيفسد، اقسم بالله بيفسد وما بيكمل يا جماعة. يا جماعة صدقوني سيبكم من التخرفات دي. انا متأكدة، انا وغيري 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 معمول لنا اعمال كتير، معمول لنا اعمال كتير. في اهل الشر كتير يا جماعة، اهل الشر كتير. بس مش خصوص ان هو ممكن يكون حد قريبنا يعني من العيلة دي او من العيلة دي، الله اعلم. ياما في ناس ما بتبقاش عايزة تشوفك مبسوطة، ياما في ناس بتحقد عليك في كل حاجة. انا معاكم ان احنا لا نأمن لا الغريب ولا القريب، بس في ناس بتشوفك كده في الشارع، او شافتك مثلا منزله صوره او فيديو او اي حاجه بتستكتر عليك النعمه اللي انت فيه. بس هي شايفاها صوره، مش عارفه ايه اللي جواكي ولا ايه اللي ورا الشاشات بمعنى اصح. يعني انا عن نفسي اوقات بعمل فيديوهات وانا زعلانه وحزينه جدا، بس طبعا كله من ورا الشاشات، محدش شايف حاجه. يعني كل واحد بيمر بظروف صعبة وبحياة صعبة وبحياة مرة،
على الحلوة والمرة هنعيش وهنمشي والدنيا هتمشي. ليه تجيبي لعيالك جوز اب، ولا قصدي جوز ام، ولا الكلام ده؟ لا يا جماعة، فكروا كتير، فكروا كتير قبل ما تاخدوا خطوة زي دي. انا بتهيألي ناس كتير قوي في حالة الطلاق ده. ليه كده؟ ليه؟ بلاش يا جماعة تفكروا في الطلاق، صدقوني والله العظيم الطلاق ده بيخرب بيوت كتير. انا بتهيألي مصر فيها كمية ناس متطلقة. يعني ليه لما انتوا عايزين تتطلقوا وما انتوش قد المسؤولية بتتجوزوا ليه؟ بتتجوزوا ليه وبتبهدلوا اهاليكم معاكم؟ ما تتجوزوش. ما انتيش قد المسؤولية ان انت تتجوزي، يبقى ما تتجوزيش. هتفكري في الجواز ده مسؤولية جامدة قوي. هتفكري فيه يبقى تتجوزي، غير كده ما تتجوزيش. وتفكري في المسؤولية اللي انت داخلة عليها. انت داخلة بيت تاني خلاف بيت اهلك نهائي نهائي. بيت مختلف عن بيت اهلك في كل حاجة. اسألوني، انا مجربة والله مجربة. انا بقول لكم كل الكلام ده عن تجربة في حياتي. ان انا اهل انا كنت ماما علمتنا نطبخ وعلمتنا نكنس وعلمتنا صبن لعلى كاملة، وعلمتني بص اعمل كل حاجة. بس عارفين الحاجات دي فادتني، هي قست عليا في حاجات كتير، بس عشان تعلمني، عشان تطلعني قد المسؤولية ان انا اقف في بيت جوزي واقدر اسند بيت جوزي، ولو حد دخل عليا اعرف اسند نفسي بنفسي، ما ضحكش الناس عليا. وبالفعل اهل جوزي بقوا يجيني، بقت اعمل عزومات حاجات من دي، بقت اقوم بيها. وليا اخت جوزي الكبيرة ما شاء الله هتتحط على الجرح يطيب. والله بجد، اخت جوزي الكبيرة دي بصراحة تتحط على الجرح يطيب، وكلامها زي البلسة. ربنا يسعدها يا رب ويفرح قلوبها يا رب، كلهم جميعا يا رب. آه فنصيحة مني ان انتم ما تفكروش في الطلاق ده نهائي. الطلاق وحش، الطلاق وحش. استحملي. امال الجنة تحت اقدام الامهات ليه؟ عشان بتستحملي، عشان بتشوفي كتير وبتستحملي عشان خاطر عيالك، وعشان خاطر ان هم ما يعيشوش في بيئة غير بيئتهم، ما يتمرمطوش في الشوارع، ما يتبهدلوش، يتربوا في حضن ابوهم وامهم، يكونوا مع بعض على واحدة. بصوا يا جماعة، العيل بيفرق معاه كتير صدقوني والله. العيل بيفرق معايا. يعني انا عندكم عيالي لو شافوني بتخانق انا وباباهم بتضايقهم قوي قوي، وتحس ان نفسيتهم متدمرة. يعني عندكوا بنته الصغيرة لو شافت باباها مثلا بالشكل معايا، ممكن تقعد يوم ما تاكلش، ممكن تقعد يوم ما تكلمش باباها. والله بجد، ممكن تقعد يوم كامل ما تكلمهوش، ويجي يكلمها تقعد تقول له ايه، لا مش مكلماك، انت مزعل ماما. العيل بيفهم والعيل بيحس بكل اللي حواليه، وبيحس بالاب وبالام اكتر حاجة ليهم. فأتمنى منك يا أم مازن ما تفكريش في الطلاق يا حبيبتي. فكري كتير، فكري كتير، وبعدين ابقي قرري. انت معاكي 4 أولاد. معلش يا جماعة، كان اللي بتخبط على الباب. انا والله مسجله لكم فيديو من قلب الأوضة لان عاملين هسه جامدة، وما بعرفش اصور معاكم اي فيديوهات، فسامحوني بقى لو في اي صوت. شوفوا، وانا بوجه رساله لام مازن. انا مبسوطه جدا ان انت شرط عليا يعني حبيت ان انا انصحك، وانت جيت للمكان الصح. صدقيني، فكري يا ام مازن. انا كنت فاتحه لايف يا جماعه، وهي حكت لي قصتها، وهي كانت موجوده واخت الزوج كانت موجوده. المشكله ان اخت الزوج من ضمن الكلام طلعت من اللايف. يعني هي كده سبتت عليها اصلا حاجات كتير، بس مش عارفه ليه هي خرجت بره اللايف. يعني هي شافت ان كلام ام مازن صادق، وقعدت تتكلم وكدابه كدابه كدابه، وفي الاخر قامت سايبه اللايف وقامت خارجه. فمش عارفه بقى بصراحه، انا مش عارفه اظلم حد، بس هي اصلا سابت اللايف ومشت. يعني ام مازن فضلت معايا لاخر اللايف وقعدت تتكلم معايا، بس مش عارفه اصدق مين واكذب مين. بصراحه مش عايزه اظلم حد، بس انا هقول لكم على حاجه. لو انت ظلماها حسبي الله ونعم الوكيل، لو هي ظلمك حسبي الله ونعم الوكيل. وعلى فكره يا جماعه، ربنا ما بيسيبش والله، ربنا ما بيسيبش. واللي بيمشي في طريق الاعمال وبيمشي في الحاجات دي ربنا بيأذيه، ربنا بيأذيه اذى جامد.
والله ده عقابه عسير عند ربنا. اللي بيشفي الأعمال واللي بيعمل أسحار واللي بيعمل الحاجات دي ربنا بيبتليه بحاجات وحشة كتير. ليه ما تعرفوش ربنا؟ ليه ما تسيبش مثلا اخوك يفرح بحياته وبمراته وبولاده؟ ده بتقول عندها 4 أولاد، يعني عايشة معاه بقالها عمر أكيد. ف ورسالة لأخت الزوج برضو، خليكي في نفسك، خليكي في بيتك، خليكي في عيالك، خليكي في جوزك. زي ما انت مبسوطة ومتهنية مع جوزك ومع اولادك، سيبها ان هي تتبسط وتتهنى مع جوزها واولادها، وملكيش دعوة بيها. خليها مع نفسها وانت مع نفسك. وهي عمرها ما هتبص لجوزك، انت اللي ممكن يكون غيورة شوية. فمثلا لو شفتها بتبص ولا حاجة بتفكر ان هي عنها منه. آه، حاولي ان انت تاخدي القرارات، يعني تركزيها في دماغك شوية قبل ما تطلعيها. لان انت كده الكلام بتاعك والكلام بتاعها هتخربي على اختك، هتخربي على اخوكي، وهتخربي على نفسك. انت فاهماني؟ فحاولي فكري في الكلام قبل ما تقوليه. نور، حاولي يا حبيبتي فكري في الكلام قبل ما تقوليه. لان انت بتقولي كلام اصلا خطير فما ينفعش. فطبعا اخوك عمره ما هيقبل ان انت تقولي ده هي بصه لجوزي او عنها منه. ما فيش راجل بيقبل على نفسه كده يا نور. فحاولي يا حبيبتي ركزي واعتبري ان هي اخت ليكي. اعتبري ان هي اختك اللي مامتك ما جابتهاش. انت لو اعتبرتيها اختك صدقيني والله العظيم هتحبيها، وهتحكي لها اسرارك وهتتكلمي معاها، وهتبقوا مع بعض كويسين جدا. فحاولي ان انت يعني ايه، قربوا من بعض، قربي منها يا ام مازن. قربي منها واعرفي الحاجات اللي بتحبها اعمليها. وحافظوا على بعض وبلاش ان انتوا تخرجوا على بيوت بعض. اللي بينكم ده شيطان، صدقوني اللي بينك وبين نور يا ام مازن ده شيطان داخل بينكم. ولو في الناس داخله بينكم يبقى الناس ده قصده توقع بينك وبين جوزك وتفرق بينك، وقصده توقع بينك وبينها وبين جوزها برضو. فحاولي ان انت تصلحي الامور وصلحي الدنيا، وما تفكرش في الطلاق خالص يا ام مازن. صدقيني لان يا حبيبتي انت معاكي 4 اولاد. معلش في الكلمه بالمثل المصري، عايزين عن وحال ليهم. يعني موضوع مش سهل. صدقيني هتدمري نفسك وهتدمري حياتك وهتشقي وهتتبهدلي. ليه ما تكونيش ست بيت قاعده، جوزك صينك بيطلع يشتغل بيجيب لك يوميته وخلاص. انا عشان يعني عيشتنا على قدنا، ودايما العيشة بقت صعبة والدنيا بقت صعبة. انا عملت القناة علشان استرزق منها، ولسه والله ربنا ما كرمنيش. فادعولي دعوة حلوة من القلب ان ربنا يكرمني ويرزقني علشان خاطر اولادي. والله انا بعمل كل ده علشان خاطر اولادي. الناس بتفكر ان احنا طالعين اللايف يعني نقول للحلو شوفني. لا طبعا والله يا جماعة، والله احنا بنطلع غصب عننا علشان خاطر نعرف نشوف اكل عيشنا ونشوف حياتنا ونساعد ازواجنا. لان ازواجنا كتر خيرهم بيطلعوا يشتغلوا، واليومية بيجيبوها ما بتكفيش البيت يا جماعة. البيت النهاردة بقى عايز مبلغ وقدره. صدقوني البيت النهارده بقى بصرف جامد قوي. والمشكله ان احنا علينا ديون بره خلاف الديون بتاع البيت، في خلاف الايجار، خلاف علينا ديون جمعيات وكلام من ده. فالدنيا بتبقى صعبه معانا فمنقدرش ان احنا نقاوم. فالحمد لله على كل حال. وده هذا رسالتي لأم مازن. وفكري كتير يا روح قلبي، ومتاخديش القرار وانت متعصبة. لان قرار الطلاق ده مش سهل، صدقيني القرار ده صعب جدا. وهتندمي على ندم عمرك عشان انت معاكي 4 اولاد. حافظي عليهم وصونيهم وخلي بالك منهم يا حبيبة قلبي. وانا مبسوطة جدا وتشرفت بيكي انت ونور. ومتزعلش مني يا نور، والله انا عارفة ان دي غيرة اخوات. و... وانا بحبك انتوا وام مازن ونورتوني. وانا مبسوطه بكم جدا ان انتوا طلعتوا قلتولي القصه بتاعتكم واعتبرتوني اخت ليكم. ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمه في حياتي. دي كانت نصيحتي لكم، حبيت اعمل فيديو علشان ام مازن تتفرج عليه وتاخد قرارها. وما تتسرعش في قرار الطلاق لان قرار الطلاق صعب موسع. فما تنسوش بقى تحطوا اللايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم يا حبايبي. ودي النهارده كانت نصيحتي لأم مازن. ما تاخديش القرار سريع من دماغك، فكري وبعدين قرري.
ومتنسوش بقى يا اخواتي تدعوا لها دعوة حلوة في الكومنتات، ربنا ييسر لها امورها ويخليهم لبعض وما يفرقش بينهم يا رب، ويخلي لها اولادها. وانصحوها يا جماعة في الكومنتات، انصحوها كتير، انصحوها. الناس اللي ضد الطلاق تنصحها كتير، صدقوني الطلاق وحش والله وحش. ما تنسوش بقى تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم يا حبايب قلبي. واتمنى انه ممازن، واتمنى من نور ان هم ما يزعلوش ان انا عملت الفيديو ده. بس انا حبيت ان انا انصحهم، لان انا لما اتفرجت على اللايف وهم كتبولي انا قلبي وجعنا عليهم، فحبيت ان انا اطلع انصحهم على الملأ ان هما ما ياخدوش القرار سريع، يفكروا كتير وعشان ما يخربوش بيوت بعض. اتمنى ان انتوا تفهموا كلامي. باي.